يا باحثا علما تريد، يا باحثا علما تريد، نفعا صلاحا تستزيد، اصبر وداوم لا تحيد، لا يبلغ العلم البليد، فهو الكريم هو الشديد، وهو القريب هو البعيد، وهو العسير على العنيد، وهو اليسير لمن يجيد. إن كنت ذا عقل رشيد فلتحصدا زمن الحصيد، واضرب إذا حمي الحديد، لا تهملا يملو الصديد، إياك والصيد الشريد، قيد بحبلك ما تصيد، إن يجمعوا مالا مديد، فاغنى بعلمك واستفيد، يا وارث العلم السديد، احفظه يا صاح وزيد، اجمع علومك واستعيد، قبل الفوات فمن يعيد، من ورث العلم السعيد، ما مات بل يحيا مجيد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، ألا فاتقوا الله عباد الله. أحبتي في الله، تكلمنا في اللقاء الفائت عن الشرطين العظيمين الذي بهما تقبل العبادة عند الله عز وجل. فمن أخل شرط من هذه الشروط ولم يأتي ولم تكن عبادته تحت هذين الشرطين ويحقق هذين الشرطين، لا يقبل الله عز وجل منه العبادة. وتكلمنا عن اللقاء عن الشرط الأول، وهو الإخلاص لله عز وجل، أن يكون عملك مخلصا لله، عبادتك تكون تبتغي بها وجه الله عز وجل، لا تريد الثناء ولا تريد رؤية نظر الناس ولا أن يحمدك الناس، وإنما إرادتك وجه الله عز وجل، أن يكون عملك على وفق ما أن يكون عملك مخلصا فيه لله عز وجل. هذا هو الشرط الأول الذي تكلمنا فيه في اللقاء الفائت. ونحن مع الشرط الثاني الذي إذا لم تكن العبادة عليه لا يقبله الله عز وجل، مهما فعلت ومهما أتيت ومهما بذلت من جهد ومال وأي شيء، ولكن هذا العمل لم يكن على هذا الشرط لا يقبله الله عز وجل. لو وقفت بين يدي الله عز وجل منذ الفجر إلى العشاء واقفا بين يدي الله عز وجل تعبد الله عز وجل على غير هذا الشرط، لا يقبله الله عز وجل منك. لذلك ينبغي عليك أيها المسلم أن تحرص على تحقيق هذين الشرطين العظيمين، الأول الإخلاص، والثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله لا يقبل من العمل إلا أصوبه وأخلصه. أخلصه أن يكون العمل لله، أصوبه أن يكون متابعا فيه العبد
رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال أهل العلم إن الله عز وجل امتحن أقواما بهذه الآية، أقواما يدعون أنهم يحبون الله سبحانه وتعالى، فامتحنهم الله بهذه الآية فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تصور أيها المسلم أن الله عز وجل جعل شرطا لمحبة الله لعبده. الكل يزعم أنه يحب الله عز وجل، ولكن من الذي يحبه الله عز وجل؟ هو المتابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا يفعل إلا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك جعل أهل العلم أن شرط قبول العمل هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلم، من الذي عرفك على الله سبحانه وتعالى؟ من الذي عرفك ما يحبه الله؟ من الذي عرفك كيف تعبد الله عز وجل؟ من الذي عرفك الطرق الموصلة إلى رضوان الله عز وجل؟ من؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لا تصل إلى رضوان الله عز وجل إلا إذا صرت حيث صار رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك تعلم لما جاء الرجل إلى مالك رحمه الله عز وجل، إمام أهل المدينة رحمه الله عز وجل، جاءه رجل ذات يوم وقال له: يا إمام، من أين أحرم؟ هذا الرجل كان يريد عمرة أو حجا لبيت الله الحرام، فسأل الإمام مالك أعلم زمانه رحمه الله عز وجل، فقال له: يا إمام، من أين أحرم؟ قال: من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإمام مالك كان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: حيث أحرم رسول الله من ذو الحليفة، الآن تسمى بأبيار علي. فقال الرجل: ولكني أريد أن أحرم من عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام مالك لهذا الرجل: أخشى عليك الفتنة. فقال له: يا إمام، وأي فتنة في هذا؟ ما هي إلا عدة أميال أزيدها، ولا شيء في ذلك. قال له: واسمع جيدا أيها المسلم حتى لا تفتن، لأن الذي يصاب بالفتنة ويقع فيها كل من بعد عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: أخشى عليك الفتنة. قال له: وما الفتنة؟ قال له: أن تظن أنك أتيت بفضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنك أيها المسلم تعتقد أنك تأتي بعبادة تقربك إلى الله عز وجل وتنال بها رضا الله عز وجل، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي هو أعبد الناس لله عز وجل، وهو أقرب الناس إلى الله عز وجل، وهو أحب الناس إلى الله عز وجل. بالله عليك، أتظن أنك تصل إلى الله ويحبك الله وتقترب إلى الله من طريق غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يبلغ أحد ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل؟ لن يصل أحد هذا المقام العظيم العالي الذي وصله النبي صلى الله عليه وسلم. فهو إمام الموحدين صلى الله عليه وسلم، وهو إمام الدعاة إلى الله عز وجل، وهو إمام العابدين لله عز وجل، وهو إمام الخاشعين لله عز وجل صلى الله عليه وسلم. كان يصل الصيام الليل بالنهار
ويصل اليوم الذي بعده باليوم الذي قبله صائما لله عز وجل. فلما أراد المسلمون أن يفعلوا مثل ما فعل الرسول تساقطوا واحدا تلو الآخر، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. هذا مقام لا يصل إليه أحد أيها المسلمون، لذلك فهو أفضل الخلق أجمعين. مقام النبي صلى الله عليه وسلم لا يصل إليه نبي مرسل ولا ملك مقرب صلى الله عليه وسلم. لذلك إذا أردت أن تقترب من الله، وإذا أردت أن تنال رضا الله، وإذا أردت أن يقبلك الله عز وجل، فعليك بأن تفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلم، لو سألك أحد الناس: أريد أن أصلي قبل الفجر ركعتين، وهما سنة الفجر، ركعتين قبل الفجر. هذا الرجل يريد أن يقرأ القرآن كاملا في هاتين الركعتين، وآخر يقول لك: إني سأصلي قبل الفجر ركعتين خفيفتين، في الأولى الفاتحة والسورة التي بعدها قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية الفاتحة ثم سورة الإخلاص قل هو الله أحد. أيهما أفضل إلى الله؟ وأيهما قد أصاب ما أراد الله؟ هل الذي يقرأ القرآن كله في هاتين الركعتين أفضل عند الله من الذي صلى ركعتين خفيفتين، في الأولى الفاتحة والكافرون والثانية الفاتحة والإخلاص؟ هذا الذي صلاها خفيفة بهاتين السورتين هو أفضل عند الله. لما؟ لأنه متابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبادة ليست بالكثرة أيها المسلمون، ونحن لا نتكلم من عند أنفسنا. جاء 3 رهط إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة رسول الله خير البشر وأفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، كأنهم نظروا إلى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوها قليلة. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. وقال الثاني: أما أنا فأقوم الليل كله ولا أنام. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. الثلاثة يعملون هذه العبادة هم مخلصون فيها لله عز وجل، فقد أتوا بشرط الإخلاص. ولكن انظر أيها المسلم ماذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى تضع قدمك على الطريق المستقيم فلا تبتدع في دين الله عز وجل، لأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مهما بلغت هذه البدعة من تعب وجهد وبذل وعطاء ومال وغير ذلك مما يبذل في غير مرضاة الله عز وجل، لأنه يفعل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر المتابعة عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين الثلاثة الذين قالوا كذا وكذا؟ وهنا فائدة عظيمة أيها المسلمون. إذا جاءك خبر عن أحد يتكلم عنك أو يفعل شيئا يغضبك، وقد أتى أحد يقول لك أن فلان اغتابك أو تكلم في عرضك أو سبك أو شتمك، إياك أن تتكلم قبل أن تسمعه بأذنك.
أو تقرره بلسانه. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه الصحابة وقالوا إن 3 من الرجال جاءوا فشاهدوا عبادتك يا رسول الله، ولكنهم كأنهم تقالوها، فقال الأول كذا وقال الثاني كذا وقال الثالث كذا، فلم يحكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعدما ذهب إليهم فأقرهم فأقروا. فقال صلى الله عليه وسلم: أين 3 الذين قالوا كذا وكذا؟ فقالوا: ها نحن يا رسول الله. فقال لهم: أما أنا وأنا أخشاكم إلى الله وأتقاكم إليه سبحانه وتعالى، فأتزوج النساء وأصوم وأفطر، صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء. انظر بقى ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا أمر عظيم أيها المسلمون للذين يأتون بعبادات ويظنون أنهم يتقربون إلى الله عز وجل، ويظنون أنهم بفعلهم هذا يحبهم الله عز وجل، وهم كلما فعلوا تلك العبادة لا تزدهم من الله إلا بعدا، لأنهم يعتقدون أنهم يتقربون إلى الله بشيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما خرج على المسلمين هذا الجاهل، والله إنه أجهل من حمار أهله، يقول: إنا سنحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ولو أننا جاءنا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تحتفلوا بميلادي، لنحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ونخالف ما أمر به الرسول، لأننا نعتقد أن الأدب مخالفة النص. أفضل أن يأتي العبد بما يراه العبد أدبا مع رسول الله يفعله ولو خالف النص الذي جاء من عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندهم قاعدة يضعونها أمام أعينهم: الأدب مقدم على النص. لو أخذنا بهذه القاعدة أيها المسلمون لرأينا أن إبليس اللعين أفضل من الملائكة، لأن إبليس لما أمر الله عز وجل وجاء النص من الله للملائكة أن اسجدوا لآدم عليه السلام، فإن إبليس اللعين قد رأى من الأدب مع الله أنه لا يسجد لأحد إلا لله. انظر أيها المسلم، هذه القاعدة تجعل إبليس أفضل من الملائكة، لأن الملائكة ماذا فعلوا؟ اتبعوا النص، الله أمرهم قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اسجدوا لآدم، من الآمر؟ الله عز وجل، فقالوا سمعنا وأطعنا فسجدوا لآدم. أما إبليس لو أخذنا بهذه القاعدة أن الأدب مقدم على النص، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا ألا تسيدوني في الصلاة، بالله عليك هل أمره الله عز وجل وجاءه الخبر من الله عز وجل أن يسيده الناس في الصلاة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه من التواضع أن يأمر أمته ألا يسيدوه في الصلاة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بأحكام من عند نفسه؟ طب كيف تفعل مع قول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بوحي من الله.
لا يحكم إلا بما حكم به الله. فالعبد ينبغي عليه أن ينظر فيما ينفعه، والذي ينفعك هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. عليك أن تغمض عقلك وعينيك وأذنك عن أي أحد يأمرك بمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم بأي عمل وبأي فعل. لذلك إذا أردت أن تتقرب إلى الله عز وجل بعبادة، عليك أولا أن تسأل: هل هذه العبادة فيها نص أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها، قد عبد الله بها؟ لذلك قال أهل العلم: لو أردت أن تحك جلدك بظفرك فانظر في الأثر كيف كان يحك النبي صلى الله عليه وسلم جلده بظفره. انظر إلى أي حد أيها المسلمون يتبع الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انظر، لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما رجلا يلبس خاتم من ذهب. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى النبي في يده خاتما من ذهب، فقام النبي فأخذ هذا الخاتم من هذا الرجل ثم طرحه بعيدا، ثم قال: يعمد الرجل إلى جمرة من نار فيضعها في يده، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لأن الذهب محرم على رجال هذه الأمة وحلال لنسائها. فقال الصحابة لهذا الرجل: قم فخذ هذا الخاتم فاستنفع به، بيعه، أعطيه لامرأتك، لا تلبسه وإنما استنفع به. انظر ماذا قال هذا الرجل، قال: والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله. أنا هاخد حاجة النبي عليه الصلاة والسلام قام فطرحها بيده، والله لا أخذها. هؤلاء هم الصحابة أيها المسلمون، كانوا يتتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، لأنهم يعلمون أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم أولى بك من نفسك، لأنه أحرص على نجاتك من نفسك. نفسك أيها المسلم ماذا تريد؟ تريد فعل الشهوات وارتكاب المعاصي والآثام والذهاب خلف كل لذة وشهوة. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يريد؟ يريد أن تدخل الجنة ونعيمها وتنال رضا الله عز وجل. لعلك باخع نفسك على آثارهم. انظر ماذا يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، يقول له: ستقتل نفسك لأنك حزين على أنهم لم يؤمنوا بالله ولم يتبعوك. سوف تقتل نفسك على آثار هؤلاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة، وهو صلى الله عليه وسلم النعمة المزداة. لذلك لن تنال رضا الله أيها العبد إلا إذا اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انظر إلى هذه الآية أيها المسلم، الله عز وجل يجعل الإيمان بالله، يجعل متابعة رسول الله دليل على الإيمان بالله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أن يكون حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على كل حكم.
لا تقول هذه أحكام بلدنا ولا مجتمعاتنا ولا مجتمعاتنا ولا هذه ما تعارفنا عليه وعشنا عليه. عليك أن تقول هذا أمر الله وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دمت مسلما تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الإسلام؟ الإسلام أيها المسلم هو الاستسلام، أن تستسلم لأوامر الله وأن تستسلم لأوامر رسول الله. هل تدري سبب نزول هذه الآية أيها المسلم؟ هذا ما سنعرفه بمشيئة الله عز وجل بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذه الآية أيها المسلمون: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نزلت أن الزبير بن العوام رضي الله عنه اختصم مع رجل من الأنصار في سقيا أرض لهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، أي لا تمسك الماء، اسق أرضك ولا تبقي فيها الماء ثم أرسل الماء إلى جارك حتى يسقي. فقال الأنصاري لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك، أي أنك قضيت للزبير لأنه ابن عمتك. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نظر إلى الزبير فقال: اسق يا زبير ثم أمسك الماء حتى تصل إلى الجدر ثم أرسل الماء. النبي صلى الله عليه وسلم أولا حكم بالفضل، أي أن الزبير يسقي ولكن لا يمسك الماء. ثم لما اعترض الرجل على حكم النبي صلى الله عليه وسلم حكم النبي بالعدل، أن يسقي الزبير، ومن العدل أن يمسك الزبير حتى تصل الماء إلى الجدر ثم يرسل الماء إلى جاره. ثم نزل قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فعلى العبد أن ينظر في أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لأنها كما يظن بعض العامة أن هذه سنة، يا مولانا ده سنة. هل تدري أن هذه السنة قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه السنة قد جاءت. السنة هي كل قول وكل فعل وكل تقرير جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن السنة ما هو واجب على كل مسلم، ما أمر به رسول الله، والأمر للوجوب ما لم يكن هناك قرينة تصرفه عن ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر ولم يكن هناك قرينة تصرفه عن الوجوب فهو واجب على كل مسلم. من فعله أثيب عليه امتثالا، ومن تركه عوقب عليه بين يدي الله عز وجل. فالأمر ليس بالهين أيها المسلمون، السنة لها فضلها في هذه الأمة. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الله بطاعته كما أمر بطاعة الله عز وجل، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فليس الأمر
بالهوى أيها الناس، وإنما الأمر شرع من عند الله عز وجل، هو الذي أمرك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أنفسهم. ليس لك خيار إذا قضى الله وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر، ليس لك الخيار من نفسك. عرف، مجتمع، الناس هيقولوا إيه، ده فلان، ده علان، ده البلد، ده عمدة البلد. فيش الكلام ده أيها الناس. عليك بمتابعة أمر الله ومتابعة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يكفيك هذا الحديث أيها المسلم، أن تكون أعمالك كلها وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا قمت بعمل عبادة وبفعل أمر لم يكن وفق ما جاء به رسول الله فإنه مردود من الله عز وجل. فالأمر عظيم. متابعة النبي صلى الله عليه وسلم سبب لقبول العمل بين يدي الله عز وجل. والله تبارك وتعالى لم يرسل نبيه صلى الله عليه وسلم إلا لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور. يقول: قد جاء في الأثر أن الله عز وجل قد نظر إلى الأرض قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا في الديارات ينتظرون مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. انظر أن الله نظر إلى الأرض فمقتهم. لماذا؟ لأنهم بعدوا عن أمر الله عز وجل، لأنهم خالفوا أمر الله عز وجل، لأنهم بدلوا وغيروا وزادوا ونقصوا في دينهم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالهداية وبالرشاد وبالنور صلى الله عليه وسلم، وجاء بما يصلح أمر الناس في دينهم ودنياهم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بما يصلح لك أمرك في الدنيا وفي الآخرة. فإذا اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم ستجد راحة وطمأنينة وسعادة لا يدانيها سعادة، لأنك تقف على ما جاء عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبما جاء به جاء بالهدى صلى الله عليه وسلم، جاء بالنور صلى الله عليه وسلم، جاء بالهداية صلى الله عليه وسلم. لذلك عليك أيها المسلم أن تتقي الله في نفسك، لأن أقواما يوم القيامة سيريدون أن يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا فيها هذا اليوم العظيم، فيريدون أن يأتوا إليه فتقوم الملائكة بحجزهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي للملائكة: دعوهم فإنهم من أمتي، من أثر السجود ومن أثر الوضوء. فتقول الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تعلم ماذا فعلوا بعدك. غيروا وبدلوا وأتوا بعبادات يتقربون بها إلى الله ويأمرون الناس بالتقرب بها إلى الله، ولم تكن على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للملائكة: سحقا للناس، سحقا لكم، سحقا لكم. لماذا؟ لأنهم
كانوا يأتون بما يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فعليكم أيها المسلمون إذا أردتم النجاة في الآخرة، إذا أردتم أن ينصركم الله عز وجل في الدنيا، إذا أردتم أن تنالوا الجنة في الآخرة، فعليكم بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم إلى الصحابة فخط لهم خطا مستقيما، ثم جعل بين هذا الخط خطوطا متعرجة، ثم قال: هذا صراط الله المستقيم، وهذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فمن قال لك افعل ما أمر الله وافعل ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو داع على الطريق المستقيم، فعليك أن تتبعه. وأما من قال لك اعبد الله، عليك أن تعبد الله بهواك وما تراه وما يراه عقلك وما يستحسنه عقلك وغير ذلك من هذه الأمور، ولم يكن وراء هذه العبادة نص صريح صحيح من كتاب أو سنة، فهذا داع على هذه السبل، إنما هو شيطان يدعوك إلى غضب الله عز وجل، يدعوك إلى مخالفة ما أمر الله به، يدعوك إلى النار وبئس القرار. فعليك أن تستيقظ لنفسك أيها المسلم، وعليك أن تعود ولدك وتربيه على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله. لأن السيدة عائشة لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، كان قرآنا يمشي على الأرض. هذا ما ندعوكم إلى متابعته صلى الله عليه وسلم. أما غيرنا يدعوك إلى أن تكون مثل الممثلين والممثلات. ما الذي تسمعه منهم؟ ما الذي تراه منهم؟ ترى الفحش والفجور، ترى السب واللعن، ترى الأخلاق السيئة. أما النبي صلى الله عليه وسلم ترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل بعده أبدا: كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل بربك بما يأمرك كتاب الله وبما يأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأمرك بعبادة الله وحده، وإخلاص العبادة له وحده سبحانه وتعالى، وإفراد الله بالعبادة. يدعوك إلى محبة الله ومحبة رسول الله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدعوك إلى بر الوالدين وصلة الأرحام، يدعوك إلى الإحسان للجيران، يدعوك إلى إماطة الأذى من الطريق، يدعوك إلى إفشاء السلام، يدعوك إلى التوبة إلى الله إذا فعلت ذنب وارتكبت ذنب أو فعلت ما يغضب الله عز وجل. يدعوك إلى حسن الخلق، وينهاك عن الشرك بالله، ينهاك عن عقوق الوالدين، ينهاك عن الإيذاء للجيران، ينهاك عن الأخلاق السيئة. إن الله عز وجل يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. هذا هو الدين العظيم أيها المسلمون. لو تمسك به الناس لكانوا أسياد الناس كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كان الأمر الأول وتمسكوا بهذا الدين العظيم كانوا لا يجدون طعاما ليأكلوه حتى أكلوا من ورق الشجر، وبعد ذلك تملكوا بلاد كسرى وقيصر. بماذا؟
بماذا؟ بدين الله عز وجل. إنكم أيها الناس تمتلكون ما لا يمتلكه غيركم، وهو دين الله عز وجل. إذا كان في صف أحد من الناس نصره الله عز وجل. لا عدد ولا عتاد ولا قيمة لهذه الأمور. الله عز وجل أمرنا بها لنأخذ بالأسباب، ولكن إذا تساوى المسلمون وغيرهم أو كثر المسلمون على الكافرين عددا وعدة ولكنهم لم يمتلكوا الدين الصحيح هزمهم الله عز وجل، كما كان في غزوة حنين. أعجبتهم كثرتهم فهزموا في أول المعركة، وأما في بدر كانوا العدد لا يساوي 3 أضعاف العدد، ولا قوة ولا عتاد ولا عدد، ولكن كانوا يمتلكون المتابعة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصرهم الله عز وجل. فلما جاءت أحد وجاءت المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت الهزيمة للمسلمين. فنتعلم من هذا أيها المسلمون أن المسلمين إذا أرادوا النصر على أعدائهم فعليهم بالرجوع إلى دينهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا. وأي ذل أعظم من هذا الذل الذي يرى العبد المسلم أذل خلق الله يفعلون بالمسلمين وبأطفالهم وبنسائهم وبأرضهم ما يفعله اليهود بالمسلمين. هل هناك أذل من هذا الوضع الذي يعيشه المسلم؟ ما السبب؟ هو بعده عن دين الله عز وجل. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فمن أراد العزة فعليه بالتمسك بدين الله، وأن يعلم أولاده دين الله عز وجل، وأن يخلو مجتمع المسلمين من هذه الرذائل. النساء الكاسيات العاريات، قل بربك أيها الأب. إذا جاءك النبي صلى الله عليه وسلم الذي تزعم حبه ورأى امرأتك أو رأى ابنتك في الطرقات بهذا المنظر، بالله عليك دعك من هذا. كل بربك إذا سألك الله عز وجل يوم القيامة: ألم أسترعيك على هذه الرعية؟ هل هذه الأمانة التي أعطاك الله إياها هل اتقيت الله فيها؟ هل أطعمتهم من حلال؟ هل ربيتهم على دين الله عز وجل أم على ماذا أيها المسلمون؟ كل واحد يجلس مع نفسه ويتذكر أنه واقف بين يدي الله عز وجل غدا، والله عز وجل قد حذرك من هذا اليوم فقال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أسأل الله في عليائه ومن فوق عرشه أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب على الحق أقدامنا، وانصرنا يا ربنا على القوم الكافرين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، واهد رجال المسلمين، واهد شيوخ المسلمين، واهد أصحاب الحقوق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا علي يا قدير، ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.